لسه فاكر، والله ما أدري خوف أو فرحة، لما مدير المدرسة ندهني وطلعني من الفصل. وأنا في الطريق الخوف ما زال، لكن لما شفت والدي واطمأنيت أكثر لما خبرني والدي إنه الأمير عبد الرحمن في رعاية شباب ينتظرنا هناك ويبغاني أسجل في نادي النصر. من فرحتي وقتها ما كنت أقدر أتكلم، قلبي هو اللي تكلم وقال الحمد لله، حلم عمري تحقق وحمثل نادي النصر. ماجد عبد الله لاعب موهوب من يوم كان صغير. عرفته أنا وهو صغير جدا جدا مع عم أحمد عبد الله. عم أحمد عبد الله اللي هو أبو ماجد، واللي هو أيضا أول مدرب درب نادي النصر على الأسس الحديثة. كان يجي معه ماجد وأخو ماجد اللي أكبر منه هو عبد الله، وتدربوا برا بجنب تمرين لاعبي النصر الأساسيين. الواقع بلفت نظري وبلفت نظر ناس آخرين على مستواه الفني. هو صغير جدا سجل في نادي النصر، لفت الأنظار أنه كان صغير. مستر بروشيتش مدرب النادي أيامها اهتم فيه هو وعدد من زملائه الصغار اللي كانوا معاه اللي هم من جيله زي يوسف خميس. مستر بروشيتش هذيك الأيام طلب من نادي النصر يجيب عدد من اللاعبين. قلنا له يا أخي عندنا احنا لاعبين ممتازين موهوبين كذا كذا. قال زي مين؟ قلنا له زي يوسف خميس وزي ماجد عبد الله. قال أبدا الآن ما لبش فرصتهم. قلت طيب مستر بروشيتش أنا مستعد أراهنك وترك لهم مجال أنهم يثبتوا وجودهم. قال لي تراهني من إيه؟ قلت من أي شيء تبغى. قال مثلا قلت مستعد أراهنك من ريال موقعه أنت إذا ماجد برز ويوسف خميس برز وأصبحوا نجوم السنة هذه، فأنت لو سمحت اذكر المناسبة ووقع لي على ريال واحد فقط لا غير. وإذا ما أثبتوا وجودهم وخسروا كذا أنا مستعد أدفع لك 50,000 ريال. قالوا موافق. أنا طبعا لما قلت الكلام مستر بروشيتش مؤمن بموهبتهم، مؤمن أنهم لاعبين جيدين، بس يرى فرصتهم بعد سنتين. أنا نفس الشيء، مؤمن لاعبين ممتازين وجيدين، بس أرى أن فرصتهم الآن مش بعد سنتين. مر الموسم، ماجد رفع الرأس وكان عند حسن الظن مع زميله يوسف. فسألته لما انتهى الموسم فين الريال يا مستر بروشيتش اللي بتوقع لي عليه؟ فقام وقع لي على الريال هذا اللي في توقيعه بالحالة واعطاني اياه. قلت له لا، انت لازم تذكر المناسبة وتوقع لي على الريال. فطلع لي ريال ثاني وذكر في المناسبة اللي هو هذا الريال بتوقيع مستر بروشيتش. من المؤكد أنه إذا ما اجتمعت الموهبة الفذة مع الأخلاق العالية في ظل تواجد هذا الكم الهائل من التواضع، فسنجد أنفسنا أمام نجم كبير. وبالتأكيد أيضا أنه في ظل وجود هذه الصفات لا بد وأن تتحطم الأرقام أمامه وتتهافت الألقاب عليه. ولذا كان من الطبيعي أن يحصل ماجد على لقب هداف الدوري السعودي 3 مواسم متتالية، سجل خلالها 56 هدفا، وفاز فيها بألقاب أحسن مهاجم، اللاعب المثالي، وهداف العرب. ثم توج ذلك كله بحصوله على جائزة الحذاء الذهبي.
بلا عرق أو جهد مبذول لا تدوم، موهبة بدون صقل مستمر وتدريب متواصل لا تقدر على الاستمرار، موهبة لغياب مقومات الحفاظ عليها لا أمل فيها. لقد عرف ماجد عبد الله تلك الحقيقة مبكرا، فعرف كيف يحافظ على موهبة الله له، وكان الله معه. ماجد الإنسان، كيف يعيش حياته فيما يتبقى له من وقت بعد التدريبات والمعسكرات والمباريات والبطولات. يلا
من أجل مباراة ومباريات قادمة وبطولات وانتصارات مستمرة، وهب النجم الكبير ماجد عبد الله حياته للتدريب والتدريب فقط، من أجل هدف واحد والمزيد من الانتصارات للكرة السعودية.